بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمر معنا في الدرس المتقدم ما ذكره المؤلف حفظه الله تعالى من بعض الأمثلة التي تدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حزنهم وتأسفهم وندمهم على ما يفوتهم من السنة، وإن كانوا لا يعلمون فضله ولا يعلمون هذه السنة. ثم قال: والنماذج أي والأمثلة في حفاظهم على السنة وتعظيمها كثيرة، ولا عجب، فقد كانوا أحرص الناس على الخير. لا أحد يتعجب من هذا الفعل، فهم أحرص الناس على الخير. قال: وهكذا تأثر بهم من بعدهم من السلف والقرون المفضلة، وأصبح التاريخ يسطر لنا ممن تبع أولئك الرجال في التمسك بالسنة نماذج تشجع النفس على الحرص على السنة واقتفائها، أي تأثر بالصحابة التابعين، وكذلك تابعي التابعين، القرون المفضلة تأثروا بهم. فلذلك كان التابعون رحمهم الله ورضي الله عنهم حريصين على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا الإمام أحمد رحمه الله وضع في كتابه المسند فوق 40,000 حديث، وعمل بها كلها، فقال: ما تركت حديثا إلا عملت به. ولما انظروا إلى هذا الإمام الجليل، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، هذا الإمام الجليل وضع في كتابه المسند، ألف كتاب جمع فيه أحاديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسنده، وضع فيه 40,000 حديث. 40,000 حديث. كم 40,000 حديث؟ أنبت بلوري 40,000 حديث. انظروا إلى همته وإلى حرصه وإلى اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما تركت حديثا من هذه الأحاديث 40,000 حديث إلا عملت به. قال: ولما قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، احتجم وأعطى الحجام وهو يعني أبو طيبة الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم دينار. قال: احتجمت، يقول الإمام أحمد: احتجمت وأعطيت الحجام دينارا، والدينار كثير، والإمام أحمد فقير. الدينار، قال: والدينار 4 غرامات وربع من الذهب. لكن لأجل تطبيق الحديث بذلها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والنماذج في هذا الصدد كثيرة. انظروا، يريد أن يطبق ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم
أراد أن يحتجم مثله، وأعطى الحجام دينارا. الإمام أحمد بعيد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو الحجام الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم هو حجم الإمام أحمد، لا، وإنما يريد أن يعمل ولو لمرة واحدة ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ليست سنة، هذا ليس سنة أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن لحرصه، يدل على حرصه رحمه الله تعالى على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي ليس بسنة، فمن باب أولى أنه يتبعه في السنة الذي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. مفهوم؟ إذا كان الإمام أحمد حرص على هذا الأمر يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا ما معنى ليس بسنة، ليس مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، حصل له هذا الأمر وفعله، احتجم، أراد الحجامة واحتجم، ومن كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام دينار، 4 جرامات، 4 دينار، 4 جرامات من الذهب. يعني اليوم الجرام أظنه وصل إلى 300 ريال سعودي، جرام الواحد، 4 جرامات وربع. إذا الربع 300 ريال سعودي، مفهوم؟ 300 تجاراتوس سعودي الجرام الواحد. إذن 4 في 300 كم سيكون؟ 1000 دواراتوس، 1200 ريال سعودي. وربع الجرام هذه 300، ربعها سيقارب كم؟ 75، نقول 75 ريال سعودي. إذن 1275 ريال سعودي. كم الآن بالروبية؟ يمكن قريب 5 مليون، صح؟ ها؟ 7؟ لا 1000 ب4 مليون و500، صح؟ لا، هذا دولار سعودي 100 دولار ب1 و700، لكن 100 سعودي أظنه ب450 ألف روبية. إذن كم يقارب 5 مليون؟ كم 5 مليون بلغتكم؟ 5 juta. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام، يعني ما يقارب، نقول 5 juta. الإمام أحمد كان فقير، لكن أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعمل مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. احتجم وأعطى الحجام مقدار هذا المبلغ، دينار، لأجل أن يعمل بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى أنه كان حريصا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال: نسأل الله أن يحيي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، اللهم آمين، لتنال من الفضائل والمنح، أي لتنال القلوب، لتنال قلوبنا من الفضائل والمنح والقرب من الله سبحانه وتعالى ما استودعه في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فاتباع السنة ينال الإنسان شرف المتابعة
ونور القلب وحياته، أي بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ينال الإنسان شرف المتابعة، أنه متبع لمن؟ لخير الخلق، لمن كان أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأيضا القلب يكون مضيء وفيه نور، وأيضا حياة القلب الحياة الحقيقية هي بالعمل بطاعة الله عز وجل، ويدخل في ذلك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال ابن عطاء: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه. ليس هناك أشرف من هذا المقام، أفضل من هذا المقام، مقام متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء عنه، في الأوامر والأفعال والأخلاق، الأوامر والأفعال وكذلك الأخلاق. هذا ينال العبد به الرفعة في الدنيا والآخرة، وهذا من أشرف ما يكون. ولكن بالعمل، ليس بمجرد الكلام، ليس بمجرد الادعاء، فإن كثيرا من الناس في هذا الزمان وفي هذا العصر يزعم أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفعاله لا تدل على ذلك. يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالبدع والمحدثات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. لم يقل بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل قال كل بدعة. ما هي البدعة؟ ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، وإن كان يزعم صاحب ذلك العمل وصاحب تلك البدعة أن هذا حب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعلون مولد. فهمتم؟ مولد للنبي صلى الله عليه وسلم. يزعم هؤلاء أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصواب، لم يفعله النبي في حياته، ولم يفعله الصحابة بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أصحابه؟ لا، بل ولا شك. وليس حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم مقابل حب الصحابة قدر أنملة مثل هذا فقط من جسم الإنسان. الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم مثل جسمنا، ونحن لا نقدر حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، ومع ذلك لم يفعلوا هذا الفعل. أو أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه: يا حبيبنا اشفع لنا، يا رسولنا فرج عنا كربنا. هذا ما يجوز، هذا شرك. يقول: أنا أعظم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نهي عن هذا يقول: أنتم لا تعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. لا، خطأ. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت حقا تعظم النبي صلى الله عليه وسلم فاتبع سنته ولا تبتدع.
اتبع سنته، اعمل بسنته، ما جاء بالأقوال وأفعاله وأخلاقه، لا تزد على ذلك. ما أحد أمرك بالزيادة، بل نهيت عن الزيادة، بل نهيت عن الزيادة. قال وقال أيضا أي ابن القيم: ترى صاحب اتباع الأمر والسنة قد كسي من الروح والنور وما يتبعهما من الحلاوة والمهابة والجلالة، أي الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بحق وصدق في أقواله وأفعاله، ترى في وجهه النور، وترى له مهابة أي تهابه الناس وتحبه وتعظمه، التعظيم الشرعي، التعظيم الشرعي. قال والقبول ما قد حرمه غيره، أي مقبول عند الناس، مقبول عند الناس يقبلوه ما قد حرمه غيره من الناس. كما قال الحسن: إن المؤمن من رزق حلاوة ومهابة، حلاوة يجدها في نفسه ومهابة عند الناس له يهابونه، لأنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.